السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده يا جماعة نقول صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده بني كان عندي يا جماعة، خرجته كده أعمله شاورما مع المكرونة عشان لقيت الشاورما في السوق مش حلوة ما عجبتنيش، فنقعته بقى بشوية خل ونص ليمونة وشوية ملح. نزل المية اللي انتوا شايفينها دي كده وركنته شوية، وهجيب بقى لما صل على النبي المكرونة هكسرها وهعملها. ديت خلطة الشاورما يا جماعة، هحط منها ان شاء الله لما اجي اعمل الشاورما قدامكم. هكسر دلوقتي بقى كده المكرونة عشان اسقطها على طول في المية. حطيت المية تغلي وبكسر فيها. ما بحبش هخليها طويلة قوي يا جماعة، هي كده في المعقول، عشان برضو ما تبقاش طويلة قوي كده اللي عيل لما يجي يعرف ياكلها، لفها كده بالشوكة ويعرف ياكلها. انتوا عارفين طبعا اطفال ما كنتش تبقوا قاعدين مخلين بالكم بهدلوا الدنيا. لو المكرونة بقى طويلة هتعمل بقهم بهدل الدنيا وكده. المية غليت اهي قدامكم، احط شوية ملح شوية كمان وهنزل بقى بالمكرونة على طول. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بسم الله اللهم بارك يا رب. ما بحبش احط لها زيت في المية، كده كده المكرونة نوعها نضيف وبتغلي على طول، هفضل اقلب فيها. لما باجي اصفيها يا جماعة بقى بروح اطلع معلقة الزيت بعد ما انزل النشويات كلها منها. هاتيلي المعلقة اللي من اليمين امشي. البخار بس جه على الكاميرا كده معلش. ما لو رفعت كل حاجة هتيجي حواليها. هاتي من فوق هلاقيك 100,000 مرة. خلاص هي قربت اهي تستوي، وديت الشاورما اهي بعد ما غسلتها وصفيت الماء بتاعتها. شوف ميتها رايقه ازاي يا جماعه. اقطعها بقى قدامكم. جيت اشتريها زي ما بقول لكم لقيتها كلها دهنه كده وما عجبتنيش، رحت مطلعه بانيه من اللي عندي في الفريزر. كده كده البانيه هناكله والشاورما برضو ناكلها ما فيهاش مشكله. برضو لو عملتها كده يا جماعه وكلناها في سندوتشات فينو بتبقى جميله، مع المكرونه برضو بتبقى جميله. حلو رضا من عند ربنا. هقطع بقى الكميه كلها كده، انزل بقى بالمكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنزل عليها الميه كلها يا جماعه. في ناس بتقول لا انا اول ما بنزلها في المصفى ما بحطش عليها ميه ساقعه، لا انا بنزل بقى كل النشويات اللي فيها اهي، ما يحصلهاش اي حاجه. هي كده كده كلها نشويات، فاحنا مش ناقصين هنسيبها بالنشويات تزيد اكتر. خلينا كده نبقى خفاف اهي، تبقى مفلفله برضو وجميله. ده بقى الفلفل الالوان الاحمر والاصفر وقرنين خضر شطشطين كده. خرطها كده شويه للشاورما وشويه احطهم برضو للصلصه بتاعت المكرونه ان شاء الله. وديت القطه اللي انا مصفياها للمكرونه. هجيب بصلايه بقى اخرطها قدامكم كده. بنحب نعمل يا جماعه المكرونه ام قوطه، بحب اعملها كده بالبصلايه، بتبقى زي العسل وفي منتهى الجمال. لما كنت مستلمة المطرح نزلت اهوت بقى حطيتها على النار بصلايه بشويه الزيت، قلبها بقى يمين وشمال كده. انا بخليها يا دوبك بس تصفر يا جماعه واروح نازله عليها بالقوطه.
قربت عامة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت بالقوطة عليها، انزل بقية القوطة. مش هحط لها توابل ولا اي حاجة دلوقتي يا جماعة، عشان كل شوية هكشفها، فانا بحب احط التوابل على طول ايه بعد ما تتسبك، وهضيف المكرونة عشان تبقى ريحتها فيها. هقدرت اهي، اغطيها برضو. حطيت شوية زيت بقى في الطاسة، وحطيت البصل اللي انا مقطعاه للشاورما، هدبله كده ايه شوية، وبعد كده اضيف عليه الفلفل. طبعا الشاورما ما بتاخدش وقت يا جماعة، بتستحمر يعني تستوي على طول، فلازم ان انا ايه ادبل البصلايه الاول شويه. اقلب بقى يمين وشمال كده. يدبل بس كده وبعدين احط له ده الفلفل. هحط شويه زي ما قلت لكم، واخلي شويه للصلصه. هنزل عليهم بشويه ملح. الملح يا جماعه ده بيساعد على الدبلان للبصلايه على طول. شويه صغيرين كده، هننزل ايه بالبصلايه عليهم بالبصلايه. البصلايه دي بلت اهيت، هروح نازله ايه بقى بالبهارات. فلفل اسمر، شويه بهارات، وخلطه الشاورما. انا حطيت قدامكم زي ما قلت لكم حبه ملح صغيرين، عشان خلطه الشاورما يا جماعه بتبقى محدقه، فحطيت شويه ملح صغيرين بس، ما حطيتش كتير، بحيث ان الشاورما ما تبقاش حادقه قوي. هنزل بقى ايه الشاورما على طول دلوقتي. حطيتها تصفت جامد في المصفى زي ما انتم شايفينها كده. كده كده يا جماعه، عشان ده بانيه مفيش نسبه دهون خالص، وانا حاطه شويه زيت صغيرين، لو احتاجت هحط لها شويه. حطيت معلقه واحط شويه كمان. اقلبها بقى كويس عشان تمتص ايه الخلطة بتاعت الشاورما.
نشوف الصلصة بقى اهي، لسه شوية عليها اهي، لسه شوية. رجعنا تاني للشاورما. مريم بتقول لكم كده الشاورما كده يا جماعة. فلفل أسمر، حبة بهارات صغيرين، زي ما بيقولوا كده السبع بهارات يا جماعة. المكرونة برضه بتبقى جميلة. هتحط بقى شوية زعتر كده مريم صغيرين، بس كده. مكعب شوربة، وهنحط لها برضه يا جماعة شوية سكر. السكر بيخلي الصلصة في منتهى الجمال، وعشان الحرحرة والحموضة. نزلنا بقى بالفلفل، ما بنحبش نحطه كده مرة واحدة، بنحطه بقى في الآخر عشان تبقى فيه ايه جرشة كده حلوة. هنحط بقى معلقة سكر كده كبيرة قدامكم. بسم الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. معلقة السكر للمكرونة جميلة جميلة، وما بتخليش حموضة يا جماعة، جربوها. احنا بنحب نخلي الصلصة ناشفة كده خالص. اهي المكرونة اهي مفرفضة وجميلة اهي. ناس تقول لي لا ما بننزلش عليها مية ساقعة عشان ما تمسكش في بعضها، لا بالعكس، نزل كل النشويات اللي فيها ومعلقة زيت كده على الناشف، بنروح مقلبينها بتبقى جميلة. خلاص كده هغرف قدامكم. والشاورما هي برضو خلصت اهو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، ولا قوة الا بالله. حاطين برضو عيش، اللي ياكل شاورما بعيش ياكل، واللي ياكلها على المكرونة ياكلها، مفيش مشاكل. ده مطلوب وده مطلوب. وده بقى يا جماعة فلفل انا مخللاه في البيت، بحب اقصقصه كده بالمقص عشان اللي ياخد حتة ياكلها على طول اهو. وجبة جميلة وريحتها جميلة وطعمها اجمل. يا رب كده تنال اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.